الشوط الثاني المباراة في 1-0. هذا لقاء 1-0 سيبقى للسد أو ينتهي على تعادل 1-1. الفوز أو التعادل، السد صعب أنه ينهزم اليوم، والكرة تمشي وتعادل، وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق حسين عبد الغني. هنا الكلام اللي يتقال أن اللقاء هذا يمشي الفوز أو للتعادل، والتعادل يأتي بكرة صاروخية من حسين عبد الغني. اللي قلناه في بداية الشوط الثاني اللي السد رجع برشا للوراء وأنه سيتعادل النصر. بالفعل هذا اللي قلناه في بداية الشوط الثاني، أنه كانت مجازفة، لا أدري لماذا من فوساتي أنه يلعب شوط كامل مدافعا. الآن هدف لهدف قبل ربع ساعة، ربع ساعة للنهاية. هذه الكرة الأخيرة في رأيي يوصل عليها الصقر، مش ممكن. في رأيي هذه الكرة يوصل عليها الصقر، ممكن حجبت أمام الرؤية، ممكن تغيرت وجهة الكرة، لكن التمركز نتاع الحارس من الأول على الكرة كان متأخر. شوف عامل خطوة زايدة الناقصة، هنا مشى الكرة ما راهاش، الكرة شكله ما راهاش، خرجت الكرة متأخر على قذيفة حسين عبد الغني. كان الكرة تحولت وجهتها من المدافع القطري، كانوا هنا بالراس ممكن. على كل حال التعادل والهدف يحسب لعبد الغني، والنتيجة توصل 1-1 في الدقيقة 78. التعادل